الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. لايكاتكم قبل ما تتفرج على الفيديو، اللايك بهمني، اللايك وبهمني تعليقكم. رح نتكلم اليوم، اللهم صل على سيدنا محمد، عن العدس الأصفر. هما كل فوائده زي بعض، العدس الأصفر، العدس الأسود والبني والحاجات هذه. العدس تم تصنيفه زمان قديما، تم تصنيفه بديل اللحوم لأنه سعره رخيص. الفوائد اللي في العدس نفس الفوائد اللي في اللحوم، بس سبحان الله هناك فرق. يعني لو حطينا طبق عدس وطبق لحمة وقلنا لك تختار ايش، في ناس هتختار اللحمة. هو نفس الفائدة بس الطعم ايش بيختلف. العدس على فكرة مفيد جدا جدا، بيحتوي على نسبة كبيرة بالألياف، بيساعد على تنظيم ضغط الدم، بيحتوي على حمض الفوليك اللي بتعمل على تحسين صحة القلب. حمض الفوليك هذا دايما بوصفوه للحوامل، يعني معنى الكلام العدس مفيد للحوامل. بيقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، بيخفف من الالتهابات اللي في جسمنا. يعني جميع أعضاء الجسم فيها التهابات، بيخفف من الالتهابات. بيعزز وظائف الكبد، ما شاء الله العدس. بصحة، يعني لما تكوني تعبانة مرهقة أكلتي طبق عدس، يا سلام، تحس صحتك حديد. بينظم عملية الهضم لأنه بيحسسنا بالشبع. طبعا طالما بيحسسنا بالشبع يبقى هو إيه مفيد للرجيم. وإحنا قلنا بأول الكلام بيساعد على التخلص من الدهون. طبعا أضراره ممكن يسبب إمساك، فأحسن حاجة إحنا لما ناكل العدس إيش نعمل؟ ناكل معه خيار، ناكل معه خس، ناكل حاجات إيش طبيعية، جزر، حاجات مفيدة. ويا سلام على العدس في الأيام هذه، شوربة عدس أو فتة عدس بالثوم والليمون، أوف، انسوا كل العدس كل بروتين والعب في الطين. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.